لي بقى أقول لِك على أطعم وأسهل وأوفر قطعة جاتوه ممكن تعمليها بمكونات بسيطة واقتصادية 100% والنتيجة مبهرة. كمّلي الفيديو للآخر وجرّبي الوصفة بإذن الله تعجبِك. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كوباية من المَيّة من الحنفية عادي جدًا، كوباية من السكر، هتعايري المقادير بنفس الكوباية، نُص كوباية من الزيت، أنا هنا استخدمت ربع كوباية من الزيت والربع التاني وِش اللبن باحتفظ دايمًا للكيك، معلقة كبيرة من الخل ضرورية جدًا، كيس من الفانيليا ضربناهم في الخلاط ضرب كويس أوي، ودي نقطة مهمة في الوصفة. محضّرين كوبايتين ونُص من الدقيق، عليهم كيس كامل من البيكنج باودر، ولإن الكيس بتاعي كان ناقص شوية فحطيت ربع معلقة من البيكنج صودا ونخلناهم، ودي نقطة مهمة جدًا. نقطة مهمة لإننا مش هنستخدم بيض تمامًا والبيض مادة رافعة، فإحنا هنا محتاجين نضرب في الخلاط كويس وننخل المقادير الجافة كويس جدًا، نقطتين مهمة عشان توصلي لنفس النتيجة اللي أنا وصلت لها. ضربنا كده المكونات السايلة على المكونات الجافة بالمضرب، وهنبقى محضّرين معانا برّادنا على النار أو الكاتل بتاعنا سخن جدًا، مَيّة سخنة جدًا بتغلي، وهنحضّر كوباية ونحط نُص كوباية من المَيّة السخنة اللي مرفوعة من على النار، هننزل بيها على المكونات بتاعة الكيك بتاعنا، ودي سر الكيك بتاعنا اللي هيخلّي الكيك بتاعِك تحفة. نُص كوباية زي ما أنتم شايفين كده، والله احتاجتِ معلقتين زيادة على حسب نوع الدقيق بتاعِك، ما فيش أي مشكلة، المهم تاخدي بالِك من سُمك العجينة الكيك، كلنا عارفين عجينة الكيك المفروض تبقى إزاي، وأنا هاوريها لِك دلوقتي. نزلنا بالمَيّة السخنة واحدة واحدة وهنضرب كده لحد ما المكونات كلها تتجانس وتبقى قوامها مضبوط، أهو زي ما أنتم شايفين كده خلاص. هنحضّر صينيتنا الجميلة وندهنها دهنة كويسة من السمنة أو الزيت ومن على الجوانب علشان لمّا نيجي نرفع قطعة الكيك بتاعنا تبقى سهلة جدًا معانا. بعد ما دهنا الصينية هننزل بخليط الكيك بتاعنا، نكون مسخّنين الفرن بتاعنا على درجة حرارة متوسطة 180، والحركة دي ضرورية جدًا بالspatula علشان الكيك بتاعِك ما يرفعش حتّة عالية وحتّة نازلة، يبقى متناسق كده في الارتفاع ومضبوط، ولازم تخبطي الصينية خبطة كده عشان تطلّع الهوا اللي جواها. هنا بقى صوص الشوكولاتة التحفة، نُص كوباية من السكر، نُص كوباية من اللبن، تمام، و3 معالق كبار من الكاكاو الخام، تمام، ومعلقة حلوة كده من القهوة، سواء كانت قهوة سريعة الذوبان أو قهوة عادية، أنا مستخدمة القهوة العادية، تمام، هتدّي لِك طعم تحفة في صوص الشوكولات بتاعِك. وطبعًا نزلنا بنُص كوباية من الزيت، يا ريت يكون زيت ما لوش أي طعم ولا ريحة، سرسوب كده من فوق والخلاط شغال علشان الصوص بتاعنا يتقل ويدّي لِك القوام المضبوط زي ما أنتِ شايفة كده. نقطة مهمة جدًا إن ننزل بالزيت واحدة واحدة. هتركني الصوص ده بقى كده على جنب لحد ما الكيك بتاعِك يطلع من الفرن، وزي ما أنتِ شايفاه كده تحفة، تمام. هنبدأ كده بقى ننغّزه كده بالشوكة ونحضّر معانا نُص كوباية من اللبن، ممكن تبقي مدوّبة فيها كيس من القهوة سريعة الذوبان لو عايزة تعزّزي نكهة القهوة أكتر، لكن أنا ما كانش عندي فاستخدمت نُص كوباية اللبن بس. هننزل بيها كده وهي سخنة والكيك سخن علشان يتشرّبها والكيكاية تزيد طراوة، هتبُصّي هتلاقي الكيكة حاجة كده بتدوب في البُق فعليًا. هتدعوا لي على الكيك ده، اللي ما جرّبوش ومش هيجرّبه فايته كتير. هننزل بقى بعد ما نزلنا باللبن ركناها شوية كده وغطيناها 5 دقايق، ترفعي الغطا وتنزلي بصوص الشوكولاتة زي ما أنتِ شايفة كده، وتوزعيه بشكل متناسق عليه من فوق، وبعد كده تقدري تزيني قطع الجاتوه بتاعتِك بالطريقة اللي تعجبِك. عندِك كريم شانتيه تقدري تعملي شوية كريم شانتيه حاجة بسيطة خالص، وتعملي روزيتا على كل قطعة جاتوه. عندِك مثلًا فراولة تقدري تحطي فراولاية تزينيها كده على كل قطعة جاتوه. عندِك شوية فرماسيل، أي تزيين المناسب عندِك. يعني أنا هنا بازيّن، أنا والله ما جِبت حاجة من برّه،
حتى التزيين أنا استخدمت الحاجات اللي موجودة عندي في البيت علشان أأكد لك إنك تقدري تعملي حاجة جميلة وطعم تحفة بأقل الإمكانيات، من غير أي فزلكة ولا فيديوهات تعقدنا في إننا علشان نعمل حاجة حلوة فإحنا محتاجين يبقى عندنا حاجات ب1000 جنيه يعني تمام. أنا هنا قطعت بمنتهى البساطة، وتمسحي السكينة بعد كل تقطيعة علشان التقطيعة تطلع مظبوطة بقدر الإمكان، وأنا كنت بقطعها وهي سخنة، تقدري تسيبيها لما تبرد عشان تبقى أسهل معاكي. لكن أنا دايما عشان التصوير ببقى يعني بطلع الحاجة وهي سخنة. طلعت القطعة وبدأت أشكلها، شوية كراميل كانوا عندي، عملت خطين زي ما انتم شايفين كده والله بالمعلقة من غير أي حاجة، وقطع الفراولة الجيلي دي بتاعت الولاد حطيتها، وبالهنا والشفا. جربي الوصفة مش هتندمي، تحفة هتنبهري بيها فعليا. لو وصلتي معايا لغاية هنا وعجبك الفيديو واستفدتي بأي معلومة ولو بسيطة، لايك وكومنت واشتراك بإيدك الكريمة في القناة. أشوفكوا دايما على خير في وصفات جديدة.